إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. السادة المستمعين الكرام، السادة المتابعين، لكم مني تحية طيبة عطرة مباركة من عند رب العالمين. تحية السلام، تحية الأمن والأمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث إليكم اليوم في دقائق معدودات وأتقدم بالتهاني القلبية إلى من نتحدث عليه، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد علي الطاروطي. كل عام وأنت بخير وعيد ميلاد سعيد. حفظك الله ورعاك برعايته التي لا تغفل ولا تنام. القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي ابن محافظة الشرقية، المقيم بطاروت مركز الزقازيق. قارئ نشأ وترعرع في بيت القرآن، وهو الغصن الثاني في الشجرة الطاروطية بعد المؤسس لهذه الشجرة وهذه العائلة، فضيلة القارئ الدكتور الإذاعي عبد الفتاح الطاروطي حفظه الله سبحانه وتعالى. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الغصن الثاني المثمر في الشجرة الطاروطية، والذي نسعد به دائما وسعدت به الإذاعة المصرية قارئا وعالما. نسعد به دائما عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في الأمسيات الدينية ونقل شعائر صلاة الفجر، ونسعد به عبر الشاشات التلفزيونية في صلاة الجمعة وفي الاحتفالات والمناسبات الدينية. إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي نشأ وترعرع في بيت العلم والقرآن، صال وجال جميع أنحاء الدول والعالم الإسلامي والعربي، وصال وجال في جمهورية مصر العربية في الحفلات والأمسيات والعزاءات والمناسبات الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه. في هذا اللقاء بيني وبينكم أتقدم بالتهاني القلبية إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ونستمع إليه الآن في هذه التلاوة المباركة.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.